السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا احلى اخوات في الدنيا واحلى متابعين؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. بشكركم بجد من قلبي وربنا يسعدكم يا رب زي ما بتسعدوني. وبخش الاقي كده متابع زاد في قناتي. بجد بجد ما تعرفوش ببقى فرحانة قد ايه ان قناتي هتكبر باحلى اخوات في الدنيا. معلش دي العصافير يا جماعة. العصافير بتصوصو، كل ما تسمعني بتكلم تقعد تزيد في الصوصوة. ما تنسوش طبعا تشتركوا في القناة لو لسه اول مرة تشوفوا القناة بتاعتي والفيديوهات بتاعتي. يا رب تكون بتعجبكم. وما تنسوش طبعا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان خاطر يوصلكوا كل فيديو جديد انا بنزله لكم. وما تنسوش طبعا تدعموني باحلى لايك في الدنيا من احلى اخوات ليا. نخش بقى على الفيديو الجميل القمر دوت. هو الفيديو دوت يعتبر كده يعني برعاية سحر. هو المفروض نهال هي اللي عاملاه ومنزلاه على قناتها. بس سحر طبعا معاه في الفيديو. حسن كان عايز ياكل رقاق ومن ايد نهال. احلى حاجة في نهال اللي هي بتسمع كلام حسن وبتحب تشوفه هو عايز ياكل ايه وعايزها تتعلم ايه. وهي فعلا يعني ما بتكذبش خبر وبتروح تتعلم ان اللي هو عايز ياكله، عايز محشي بتعمله محشي، عايز رقاق روح اتعلمت من سحر الجميلة. بجد بنبعتولها يعني سلام وتحية. ام قلب كبير الطيبة الحنينة، الست البيت الجدعة الشاطرة، يعني اللي ما بتبخلش على المعلومة وبعدين بتقول المعلومة. بتوصل المعلومة لنهال، مش كأنها فعلا بتعلمها وليها فضل عليها. لا 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 خالص، بتقول لها يعني ايه اللي ليها عين وراس، مش عارفة ولا عين وعين ايه اسمه ايه المثل نسيته. مش عارفة اللي ليها عين وراس تعمل عمايل الناس. ايوه هي كانت بتقول لها كده. اتلخبطت اصلك في المثل اللي كانت بتقوله سحر الجميله القمر. فبتقول لها لا يعني بتعلمها بطريقه بجد، يعني كل ما نهال تيجي تتعلم منها حاجه تقول لها لا انت بتعرفي تعملي واحنا بنعلم بعضينا، انا بوريكي وانت هتعرفي تعملي. لان هي نهال كانت بتقعد معاهم كتير قوي وهم بيعملوا عند الحاج محمود في الفيلا. بس كانت نهال مش بتمد ايديها في الكلام دوت ولا بتعجن بايديها ولا اي حاجه. لا سحر بقى خلتها هي اللي تعجن الدقيق، بقت كده هي اللي عماله تصب لها الميه بالملح على الدقيق عشان تعجنه وتعمل الرقاق. فبجد حتى نهال بتقول لها دي اختي وحبيبتي وصاحبتي، وبتقول الفضل يرجع لسحر، هي اللي علمتني كل حاجه. يعني النهارده بجد بجد شابوه لسحر الجميله القمر ان هي علمت نهال تعرف تعمل الرقاق. وطبعا في الاول يا جماعه مش هنبقوا بيرفكت يعني في العمايل، لا يعني هي بتتعلم اول واحده تطلع مش قد كده، تاني واحده قد كده، فاهمين؟ فهي بقت كانت بتوريها واحده واحده تفرد ازاي وتعمل ازاي، وكانت بتقول لها تعمل ايه وكده. حتى نيره بتقول لها انا برضو ببص وبتعلم من قبل سحر علشان خاطر كانت بتقعد معاهم نيره وبتقول لها كنت بوري ستي بتوريني. فما شاء الله بص حتى النيرة بتحب سحر قوي، يعني هم كلهم كعيلة. سحر لسانها حلو معاهم وخدومة ولسانها حلو وطيبة وبتحبهم كلهم. وبتحب نيرة يعني كانت بتحضن نيرة كده فعلا من قلبها، فاهمين؟ تحس ليها فعلا بنت كده من بناتها. ربنا يبارك لك في بناتك يا سحر يا قمر انتي كده وتفرحي بيهم يا رب ان شاء الله ويصلح لكم الحال. واحنا بنقول لك يا نهال انت بجد بجد شاطره شاطره وجميله، اللي انت فعلا بتبقي عايزه تتعلمي. يعني العلام مش عيب، احنا طول ما احنا عايشين في حاجات كتيره ما بنبقوش عارفينها وبنتعلموها. انت تتعلمي من حد حاجه، حد يتعلم منك حاجه، بنعلمه بعضينا، محدش كبير عن العلام بجد. يعني عمايل البيت دي تصلك ما بتخلصش، وفي حاجات كتيره قوي وانت بتعملي بطريقه وانا بعمل بطريقه وكل واحد فينا بيعمل بطريقه مختلفه. فجدعة، وحسن طبعا بيشجعها وعايزها ان هي تبقى ست بيت شاطرة، لان حسن طالع يعني من بيت الحاجة سعدية كله خير ما شاء الله. بتخبز وبتعجن وكحك وبسكوت وفطير ورقاق وقرص وايه وما شاء الله. طبعا يعني الحاجة ام محمود لا يعلى عليها، حتى سحر بتبعت لها تحية وبتقول لها هي اللي علمتني. يعني هي سحر برضو بتقول انا كنت جاية ما كنتش بعرف اعمل حاجة، الحاجة ام محمود هي برضو اللي علمتها كل حاجة.
اللي هي تعمل الرقاق دوت وكده. فحلو حلو الواحد يلاقي كده حد يعلمه، مش وحش. فحسن بقى طالع اخد على الاكل البيتي الجميل اللي كانت والدته بتعمله في البيت. فهو طبعا اتجوز دلوقتي، عايز برضو نهال ان هي تعمل كل حاجة في البيت. وبعدين لما تعملي حاجتك في بيتك هتلاقي فيها بركة وخير، هتحسي ان الحاجة جميلة وليها طعم كده مختلف غير بتاع بره. حاجة انت عاملاها كده بحب وعاملاها بنظافة لأهل بيتك كده هوت، هتلاقيها جميلة يعني حلوة، مش وحشة. فاللي تعمل حاجتها في البيت ديت يبقى بيتها كله بركة وخير. ففعلا اتعلمي كده يا نهال، يا قمر انتي، عشان تعرفي تعملي الحاجات دي. انتي بقى ناقصك كده هوت فرن، وتجيبيها تحطيها في الفيلا عندك، لان طبعا في الشقه الجديده ديت مش هينفع تجيبي الفرن اللي هي عند سحر دي كده وتخبزي فيها. لا دي الفرن دي بتبقى عايزه يعني مكان واسع كده زي الفيلا تحطيها فيها. والمفروض مثلا بقى ايه، كل اسبوع كده تيجي ويك اند كده هو تظبطي الفيلا وتقعدي كده فيها يومين، وتعملي بقى الحسن فطير رقاق. شوفي بقى هو حسن عايز ياكل ايه، وتعملي بقى الكميه بتاعتك اللي انت عايزاها وتاخديها معاكي وانت مروحه. تبقى كده هوت ما خليتيش في ايه، في نفس ابو علي حاجه خالص. وفي نفس الوقت هيبقى برضو محتوى وفيديوهات هتبقى حلوه قوي قوي على القناه. وهنشوفوكي بقى ايه يعني بني لوك جديد. النهال بقى في صوبها الجديد ان هي عامله بقى بتخبز وبتعجن وبتعمل فطير وبتعمل قرص وبتعمل رقاق. طالما جوزك حبك ان هو ان انت تعملي الحاجات ديت كده من ايديكي، فبجد اعمليها. وعايزين نقولك الفستان بصراحة جميل جميل قوي عليكي، ولفة الطرحة ديت كده شكلها شيك حلو عليكي وجميلة ومخلياكي رقيقة كده وحلوة. احنا لما حد بيكلمك على لفة الطرحة بنبقوا عايزينك يعني تبقي شيك وجميلة، وانت شيك في كل الأوضاع، بس عايزين عشان خاطر رقبتك ما تبقاش باينة قدام الكاميرا. يعني حتى لو انت بتعمليها كده هوت وانت قاعده براحتك في البيت مفيش مشكله، او حد عندكو او كده، بس قدام الكاميرا عشان ده فيه ملايين المتابعين بيشوفوكي، عشان حرام بس يعني ايه. كده هوت. وتسلم ايديكي وايناس يا جماعه، سوسكا زي ما هي بتقول على نفسها، كانت عامله لهم حبه عصير جوافه، ما شاء الله عليها شاطره وجدعه. وطريقة الرقاق بتاعتكم ديت جميلة قوي والله يا جماعة، احنا مش بنعملوها كده في اسكندرية، فاحنا عايزين نجربوها. تقريبا دي كانت طريقة ايه يعني ايه، فلاحي، او طريقة الحاجة محمود، الحاجة ام محمود بقى طريقتها الخاصة، لان احنا في اسكندرية ما بنعملوش الرقاق كده خالص. احنا بنبلوه برضو كده بالشوربة، بس بنحطه بقى ايه كده طبقات فوق بعضه، وفي النص بقى بنحط اللحمة، لحمة مفرومة او لحمة قطع متعصجة بالبصلة على حسب، ونحط الجزء التاني فوق منه، وحته سمنه كده فوق الوش، وحبه شوربه، وندخله الفرن ياخد وش تحميره كده هوت، ويطلع بقى نقطعوه بقى ايه كده خرط كده هوت، قطع قطع. بيبقى برضو طعمه حلو. بس الطريقه بتاعتكم دي لا، انا هجربها الصراحه عجبتني ونفسي راحت لها، عايزه اجربها. وتسلم ايديك يا سحر، بجد يعتبر سحر هي اللي كانت قايمه باليوم دوت كده، واستقبالها لحسن ونهال، يعني بيتها مفتوح للجميع سحر بصراحه. انتوا عارفين ان هي كانت لسه عازمه الحاج والحاجه وعندها وادي نهال. طبعا تقريبا نهال وحسن عشان بيودوا نهال الامتحانات هناك، عشان كده هوت بقى ايه، لان كانت بيودوا نيره ولا ايه بيودوا نيره الامتحانات، لان كانت نيره برضو ظاهره معاهم في الفيديو دوت، ولابسه هدوم المدرسه، عشان طبعا انتوا عارفين امتحانات الشهر بتقعد اسبوع، وهي المدرسه بتاعتها ما نقلتش في المكان الجديد، هو ريماس ويوسف بس هما اللي نقلوا. هي ممكن بقى قالوا لك هي خلاص فاضل سنتين وكده كده هتخش الجامعه، ناخدوا الملف بتاعها بالمره ونودوه الجامعه، كده كده هتبقى قريبه منهم. فحلو قوي، واحنا مستنيين فعلا المره الجايه يا نهال تعمل لنا الفطير. برضو يا سحورة يا قمر كده علميها طريقة الفطير تعمله ازاي. واحنا مستنيين فيديو برضو ايه عن طريقة الفطير، هيبقى فيديو جميل قوي قوي قوي. وبنقول لك يا سحر انتي ومحمود خلاص احنا تعبنا من كتر الكلام، انتوا مقلين ليه في الفيديوهات بتاعتكم، عايزين نشوفوكم. وادوا بناتكم مساحة ان هي تصور. يعني الناس طلعت اتكلمت وحلوة قوي، وكان في تقريبا انجي او حد بيصورها، كانت جميلة قوي وتلقائية وبتعرف تتكلم وعندهم قبول. فيا ريت بجد تنزلوا فيديوهات كتيرة، يعني دوت شغلكم وده محتواكم. هو في سر بقى يا جماعة مش عارفينه هو ايه، اللي هم مقلين خالص كده في الفيديوهات بتاعتهم، يعني ما بيصوروش غير ما بيبقى في حد معاهم وحد عندهم. مش عارفه مش بيصوروا لوحدهم ليه كده، هو شغلهم الطبيعي.
فلعل المنع خير يعني. بس بجد احنا عايزينكم تصوروا. وانتي يا سحر ما انتي بتصوري اهوت في مع نهال وكنتي مصوره قبل كده مع محمد. فاحنا عايزينك تصوري برضو وتطلعي كده بكام فيديو كده تعملهم لنا يعني. ما تتاخروش علينا يا جماعه. ده انتي قناتكم المفروض تبقى كبيره وتنزلوا لنا كده كل يوم فيديو على الاقل. فربنا يصلح لكم الحال يا رب ويصلح حالي وحالكم. طبعا تسلم ايديكم على الاكل والرقاق الجميل دوت. تاكلوه بالهنا والشفا يا جماعه يا رب. تاكلوه بالهنا والشفا يا رب. على قلبكم. طبعا ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. ما تنسوش طبعا دعوه حلوه كده هوت ليا بصلاح الحال ليا وليكم يا رب. كل اللي نفسه في حاجه ربنا يحققها له. ما تنسوش طبعا الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو جديد انا بنزله لكم. وما تنسوش تدعموا طبعا اختكم باحلى لايك في الدنيا عشان قناتي تكبر باحلى اخوات واحلى عيله في الدنيا. بجد بجد ربنا يسعدكم زي ما بتسعدوني وبتفرحوني كده بمتابعتكم وباللايك بتاعكم الجميل وباي كومنت. بجد ببقى سعيده قوي لما حد بيعلق لي على الفيديو وبيقول لي حاجه. هتوحشوني واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه. سلام.